السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر من التسبيح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قصتنا اليوم يرويها الدكتور سعود الشعلان طبيب عيون. يقول: كنت في العيادة وجت امرأة عمرها ما بين 40 و50 سنة مع ابنها في العشرينات من عمره. يقول: بديت كشفت عليها، اتضح لي ان احد عيونها ما تشوف فيها. فيقول: جيت ابغى ابلغها، فجيت بلطافه قلت: ما شاء الله عيون كويسه يا خاله وكذا. يقول: قاطعتني قالت: لا يا ولدي، عندي واحده من عيوني ما اشوفها. يقول: زالت عني عمليه اني المقدمات هذه. قلت لها: سلامات، من متى يا خاله؟ قالت: بعمر ولدي هذا عبد الله. عبد الله يبلغ في ال20. قلت: وش الرابط اللي بين عبد الله وبين انك ما تشوفين؟ قالت: يا ولدي انا رزقني الله بنت، ثم جاني بنت ثانيه، ثم جاني بنت ثالثه، ثم جاني بنت رابعه، وصرت اروح الاطباء واروح اطباء شعبيين ابغى ولد، ورست دائما ادعو وصرت بتلافع الولد بشكل ما يوصف. تقول: ما في فائدة، ما هذا. تقول: يوم من الأيام يوم جمعة، تقول: إني أتذكر جيدا يوم جمعة، وبعد صلاة الجمعة بعد صلاة العصر، تقول جلست أدعو وأنا في قمة التذلل، في قمة الرجاء، ثم سبحان الله مع انهيار لي إلا أبي ولد. قلت: يا رب ارزقني ولد لو تأخذ أحد عيوني. تقول: سبحان الله، حملت ورزقني الله بولد. الولد هذا سبحان الله، وقلت هو في المهاد كنت أفك مهاده، وبصبعه أصير هذا شطف عيني، وبعدها ما عاد شفت. فقلت: سبحان الله، الواحد المفروض يعني منا ما يدعو بهذا الشيء ولا يأس من رحمة الله، وأنه يرضى بالمكتوب والمقدر له، ويتنصح تقول: لا تفعلوا مثل ما فعلت، لأن الله اللي كاتبه لك الإنسان حيصير. فلا تجي تطلب شيء تقول مثلا أعطني وامرضني، ارزقني ذرية، ولو يكون مثلا في كساح ولا في مرض. لا، ما يصير هذا. الواحد يكون توكل على الله سبحانه وتعالى، ويترجى الله سبحانه وتعالى، ويطلب الله سبحانه وتعالى، وكثرة الاستغفار مع الدعاء وانت ساجد، الله يحقق المطالب. ولنعلم أن الدعوات إما يستجيبها الله سبحانه وتعالى، أو أنه يزيل بها عنك من أمور الدنيا، أو يدخرها لك في الآخرة. أرجو إن شاء الله تحوز على إعجابكم، وأقول: توكلوا على الله وليكون دعاءكم لله صادق، ولا تطلب مثل يقول: يا ربي أعطني كذا، أعطني فلوس وامرضني، مثل هذه الأشياء هذه. إن شاء الله تحوز على إعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.